استأذن مندوب الصومال في الأمم المتحدة بكار عثمان الانتهاكات الإماراتية لقرارات مجلس الأمن الخاصة بالصومال والتي وثقها تقرير لجنة العقوبات الخاصة ببلاده. ودعا المندوب الصومالي مجلس الأمن خلال جلسة خصصت لبحث التطورات في الصومال لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الانتهاكات الإماراتية. 2 years ago, the United Arab Emirates signed an agreement with Somaliland Regional Authority. قبل عامين وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية مع السلطات الإقليمية لأرض الصومال لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية في بربرة دون موافقة الحكومة الاتحادية الصومالية. وقد أكد فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة بالصومال وإريتريا في تقريره السنوي الأخير أن بناء المرافق الجديدة مستمر. وذكر فريق الرصد كذلك أن إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية في بربرة بما يعنيه ذلك من نقل مواد عسكرية إلى الإقليم سيشكل انتهاكا لحظر الأسلحة المفروض على الصومال. هذه الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات في الصومال هي انتهاك واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقواعد العلاقات الدولية والتعاون الدولي. ولذلك فإن حكومة الصومال الاتحادية تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ الخطوات اللازمة وفقا لصلاحياته للمحافظة على السلم والأمن. هذا وفي تصريح خاص للجزيرة قال وزير خارجية الصومال أحمد عوض إن أي اتفاق مع أي جهة غير الحكومة الفيدرالية يعد تعديا على السيادة الصومالية. وبشأن اتفاقية موانئ دبي مع ميناء بربرة قال وزير خارجية الصومال إنها غير شرعية واعتبرها اعتداء على سيادة الصومال ووحدة أراضيه. أي اتفاقية يعني مع أي جهة غير الحكومة الفيدرالية الصومالية يعني نعتبرها تعدي على الاعتداء على السيادة الصومالية ولن نقبلها. الاتفاقية الوحيدة على الطاولة هي الاتفاقية شركة الميناء الدبي والحكومة الإثيوبية على بربرة، وهذه الاتفاقية نعتبرها يعني غير شرعية ولاغية، ولن تقبل الحكومة الصومالية مثل هذه الاتفاقيات، ونعتبرها اعتداء على زيادتنا ووحدة أراضينا.